النهاردة هنعمل هريسة الذرة بالبرتقال بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة هنجهزها هو الخليط السائل. هضيف 3 بيضات، طبعا المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليها معلقة كبيرة من بشر البرتقال، معلقة كبيرة من الخل، وكوباية من السكر. هخفقهم كويس جدا مع بعض لغاية ما يكون عندي اللون فاتح وكريمي بالشكل ده. هبدأ أضيف كوباية إلا ربع من الزيت. طبعا أنا استخدمت هنا الكوباية المعيارية، ممكن تستخدمي كوباية الشاي العادية بس استخدميها بجميع المكونات. وهضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو الزبدة، بتدي تيست وطعم حلو قوي للكيك. وهضيف كوباية من عصير البرتقال الفريش واخلطهم كويس جدا مع بعض. كده أصبح عندي جاهز. هبدأ أجهز الخليط الجاف. عندي كوبايتين من دقيق الذرة، في نوعين من دقيق الذرة، في دقيق ذرة أصفر وفي دقيق ذرة أبيض. استخدمي الأصفر عشان بيدي لون حلو قوي للكيك. هنخل عليهم كوباية من الدقيق الأبيض، رشة من الملح، وباكو بيكنج باودر، واخلطهم كويس جدا مع بعض. وابدأ انزل عليهم بالخليط السائل، هقلبه طبعا في اتجاه واحد ومن تحت لفوق، واضمن ان الدقيق كله اختفى وبقى بالشكل ده. هبدأ اجهز صينية همسحها كلها بالدقيق بالسمنة او بالزيت، وممكن تضيفي رشة من الدقيق بس انا هكتفي بالسمنة، وغلفتها كلها بالشكل ده. عندي هنا رشة من السمسم، عايزة تضيفيها او لا حسب رغبتك، بس انا هضيف منها رشة بسيطة كده بالشكل دوت. وابدأ انزل عليها بالخليط السائل. طبعا انا هجهز الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 35 دقيقة حسب تسوية الفرن عندك. هخبطها خبطتين بالشكل دوت عشان اضمن الهواء طالع منها. اول ما تطلع بقت بالشكل الجميل ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا هبدأ اقطع لكم كده حتة منها عشان تشوفوا درجة التسوية واللون. طبعا هي لسه سخنة. شايفين الكيك هشة ازاي؟ لونها جميل جدا وطرية قوي. طبعا البرتقال مع الذرة طعمه حلو وريحته جميلة جدا ومغذية جدا. وبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هقطع لكم طبعا حتة كده من النص عشان تشوفوا برضو التسوية من جوه. شايفين الهشاشة؟ وبالهنا والشفا.